هو انت مش كل يوم بتقوم الصبح بدري بقوم الصبح بدري. وبتروح على شغلك؟ ايوه يا بنتي، بس ده اكل عيشي. ايوه بالظبط. هو التلفزيون ده كمان اكل عيش. ايه ده؟ التلفزيون ده اكل ايه؟ نودي نودي، ايه ده؟ يا نهار ابيض، معقوله بقالها 12 ساعه على التلفزيون؟ نادر، نادر، ايه يا بنتي؟ نادين، نادر، ايه ده؟ البنت مالها؟ نادر بص البنت كده، البنت بقالها 12 ساعه من ساعه ما احنا نمنا امبارح لغايه دلوقتي وهي قاعده نعم. تتفرج على الشاشه اهو. هي شكلها عامل كده ليه؟ مش عارفه، بجد شكلها عامل كده ليه؟ عماله انادي عليه ما بتردش اصلا. نادين، 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 ايه يا بنتي مالك في ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ بس نودي في ايه مالك بس؟ استنى في حاجة غلط كده. هي ما نامتش ولا ايه؟ 24 ساعه ولا ايه؟ مش فاهمه. في ايه؟ مالك؟ ايه يا حبي مالك في ايه؟ مالك؟ استنى هشغلهولك، بس استني قولي لي، لازم تقولي لي مالك في ايه؟ اتكلمي طب يا حبيبتي، في ايه مالك؟ ما هي تتكلمي. كده فعلا من امبارح؟ تبقى لها كده من امبارح، انا قمت ايه يا لقيتها حبيبتي كده في ايه مالك؟ نفس. يا بابا قاعدة بتفرج على التلفزيون عادي. مش عادي يا حبيبتي لما تتفرجي طول النهار على التلفزيون 12 ساعة على التلفزيون، ده كده مش عادي. وبعدين ده اوضتك اصلا كلها متبهدلة. ما رتبتش فعلا اوضتها، خلاص طيب خلاص ما عملتش حاجه خالص على فكره، طول اليوم قاعده على حبيبتي يا التلفزيون. حبيبتي، عينيها تتأذى وودنها وكل حاجة. اسمعي كلام بابا طيب. مش طبيعي خالص اللي انت بتعمليه ده. لا يا ماما طبيعي. لا يا ماما كمان على فكرة ده طبيعي. طبيعي ليه يا حبيبتي؟ طيب يا بابا ممكن أسألك سؤال؟ اتفضلي يا حبيبتي. هو انت مش كل يوم بتقوم الصبح بدري بقوم الصبح بدري. وبتروح على شغلك؟ ايوه يا بنتي، بس ده اكل عيشي. ايوه بالظبط. هو التلفزيون ده كمان اكل عيش. ايه ده؟ التلفزيون ده اكل ايه يا حبيبتي؟ يعني وانت يا ماما ايه يا حبيبتي؟ مش انت كل يوم بتطبخي؟ يا حبيبتي طبعا لازم اطبخ لكم عشان تاكلوا اكل حلو وطيب، ده اكل عيش. يعني يعتبر اكل عيش. التلفزيون ده بقى اكل عيش. استنى، ده واخده الموضوع مقارنات. هو فاكره عشان احنا بنروح الشغل وانتي مثلا بتطبخي يبقى دي اعمال واجبه؟ هي فاكره التلفزيون ده عمل واجبي من اتجاهها هي؟ ايه ده؟ فاكره كده يا بنتي؟ يا حبيبتي اذا كنت انا بروح الشغل عشان خاطر ده اكل عيشي، انما التلفزيون ده مش اكل عيشي. انا لازم اشوف حل في القصه دي، انا لازم اشوف حل في الموضوع ده. ما ينفعش خالص اللي هي بتعمله ده، ما ينفعش. لا يا بابا لانك هات الريموت. بتزعلي بابا؟ خدي يا نادين الريموت اهو. بس انا ليا تصرف تاني، وعايزك تعالي يا ماما لو سمحت. وبعدين هنعمل ايه؟ هروح اكسر لها الشاشه؟ لا طبعا ده مش حل، ما ينفعش تعمل كده انا طبعا. اروح ازعلها واضربها؟ لا برضو، ما انا لازم انهي موضوع الشاشه ده، البنت بتزعق لي. ولا الضرب بيجيب نتيجه ولا التكسير بيجيب نتيجه، كل ده اصلا غلط مع الطفل. وانا انا احل المشكله دي ازاي؟ لازم تحلي بحاجه بديله. يعني ايه بديله؟ يعني شوفي اكتر حاجه بتحبها نودي ونبدلها بدل التلفزيون اللي عماله 24 ساعه عليه. فكر كده انا وانت بتعمل تفكر. مننا. لا بعد الشر، ما استغفر الله العظيم. أنا- اكتر حاجه بتحبها نادين هي الرسم. واو صح، انت ممكن فعلا تجيب لها رسم وتقعد ترسم انت وهي. جرب الطريقه دي، ما احنا لازم نجرب طرق، ما ينفعش اللي احنا نضربها ولا نزعلها حتى ولا نشخط فيها. على فكره الطفل عنيد جدا وممكن هي كمان تعاند معاه. طيب احنا هنجرب موضوع موضوع يبوظ. الرسم دوت، ولو فعلا غير حاجه هنجرب. وبعدين عايزين بعد ما نشوف موضوع الرسم نشوف موضوع ان احنا نخلي اليوم ليه ليميت. انا مش عايز امنعها على التلفزيون. خلاص خليها ساعه بالليل وساعه الصبح، ماشي ده افضل حاجه. ماشي، تعالى دلوقتي نشوف موضوع الرسم ده. يلا اوكي يلا بينا. يلا بينا بقى نجرب موضوع ايه؟ التلوين. ماشي. نودي، يلا وقفي التلفزيون ده بسرعه، وقفي التلفزيون ده بسرعه. يلا روحي خش نلعب ونلون ونرسم الوان كتير حلوه. يلا بينا. تعالي اقعدي روحي اقعدي. يا انت شاطره جدا، انت اصلا استاذه تلوين. تمام. التلوين احلى ولا التلفزيون؟ التلوين يا بابا. علم الازرق. خد يا سول انت كمان تساعدنا في التلوين. يلا بينا. لا وقفي التلفزيون ده خالص بقى. يلا تعبت. يلا لون. يلا اتفضلي يا قلب بابا الصغير. شطورة يا نادين، بجد شطورة. ايه ده الخط ده محتاج استيكة. هجيب لك استيكة يا روحي. برافو برافو برافو.
ايه رايك نادين خلصت التلوين؟ واو طاووس. قمر وعسل وعسل. يا ماما بقى خلاص خلصنا التلوين، يلا نرجع على التلفزيون تاني. لا استني يا روحي، استني يا قلبي. بصي يا نادين، بصي يا قلبي، يعني انت بصي بتلوني ازاي حلو ازاي، انت شاطره جدا. التلفزيون ده هيوجع لنا عينينا. انت يا روح قلبي مش هخليكي تسيبي التلفزيون، بس التلفزيون هيكون ساعه بالنهار وساعه بالليل، صح يا ماما؟ صح طبعا، دي افضل ساعه طريقه. وساعه يبقى ساعتين كاملين في اليوم. الفجر يقعد ايه رايك؟ عشان يا قلبي مش كل حاجه في لو حياتنا هو لو بيتي هجيب لك حاجات حلوه كتير. رايك؟ ماشي يا بابا، انا ما اشكرك. ايه عشان كده بقى برافو. ايه بقى طلع هديه ولا اي حاجه؟ تمام. اوكي عملتها ايه؟ عشان خاطر افرحك شويه. دوري. واو ورد. او ماي جاد. فيش النهارده تلفزيون على طول. اوكي الدنيا احلى من غير ايه؟ التلفزيون. ويا اصحابي ما ينفعش حد يتفرج على التلفزيون كتير عشان عيوننا ما توجعناش، عشان ودننا ما نعرفش نسمع بيها. شطوره. الطريقه دي فعاله جدا. انت ازاي عملتي كده بجد؟ ازاي؟ لاني كل حاجه ليها بديل. عارف مشكلتنا ايه؟ اللي احنا بنتعامل مع عيلنا بطريقه غلط خالص عشان نريح دماغنا. يعني عشان خاطر انت تعرفي تعملي طبخ وتروقي في الشقه هديهم بطريقه غلط. طب ايه بقى الحاجه التانيه اللي بعد البديل؟ ما هو برضك هما بعد ما يخلصوا البديل او يزهقوا من البديل هيرجعوا تاني التلفزيون. يبقى انت لازم تعملي ايه هنا؟ يبقى احنا المفروض نحدد تايم للتي في، اللي هو مثلا ساعه بالليل او ساعتين، وساعتين الصبح. بس الافضل اصلا اللي هم يعني يمارسوا الحاجه اللي بيحبوها اكتر، لان في على فكره انشطه كتير جدا ممكن الطفل يعملها. ممكن كمان يساعد، مثلا ممكن الام تاخد الطفل معاها، يعني بنتي اخدها معايا تساعدني في المطبخ. ليه لا؟ تساعدني على الحاجات البسيطه اللي هي برضو اليها في حاجات اوكي بعيد برضو عن الشاشات. يعني انا ملاحظ ان فعلا هي الرسم هي سابت التلفزيون خالص وبقت عماله ترسم بالساعات. ايوه بصوا يا جماعه، من الاخر كده احنا غلطانين مش ولادنا. تمام؟ دايما مراتي كده بتقول لكم ان لازم طالما هنديهم تلفزيون يبقى لازم نديهم التايم او نرسم لهم الدايره اللي هي المحدود. لازم نعرفهم ان الساعه بالليل او ساعه بالنهار. واهم حاجه احنا عايزين كمان نعملها بعد اذنك، اللي احنا نشارك عيالنا معانا. عيالنا احنا السبب في اللي هم بيحصل لهم ده بسبب اللي احنا مش بنشاركهم. لازم نشاركهم. يعني مثلا انت بعد ما تيجي من الشغل وكل حاجه، بدل ما انت تقعد على الموبايل او تقعد مثلا تكلم صاحبك او تنزل مثلا كافيه، لا انت ممكن تقعد مع عيالك، او لما تنزل كافيه خد عيالك معاك. لازم تشارك عيالك معاك. لازم تشارك. لو بتتفرج على مثلا على حاجه على التي في مثلا، خليها تتفرج معاك، تستفاد منك على الاقل المعلومات اللي انت بتاخدها. عندك حق. ما تنسوش يا جماعه اللايك طبعا. ولو في استنى كل جديد مهم عايزين نتكلم تمشي معاك والسبسكرايب وكل ده سمعينا. شوفوا الفيديو الجديد والسلام عليكم. بس